على فكرة هو حسام حسن عمل خطة كويسة والتشكيل كان كويس وهجومي وده اللي كان مطلوب والحمد لله ان احنا كسبنا، واللعيبة برضو لعبت على فكرة، كان اداء رجولي وبيقاتلوا على كل كورة. بس هو في برضو ظهر بقى في لقطات كتيرة قوي، يعني ايه الفنيات المحدودة شوية عندنا في منتخب مصر، او الامكانيات المحدودة. الماتش ده كان المفروض مثلا ان هو يخلص عادي 4-5 تمام، كده كده كان المطلوب انك تكسب، مش مهم بقى كسبت بقى بضربتين جزاء يا عم ماشي مش مشكلة، احنا عايزين نكسب وخلاص. والناس اللي هتطلع تنتقد تقول لك انت كسبت بضربتين جزاء مش عارف تجيب في اثيوبيا جول لعب مفتوح، انا معاكم في الكلام ده كله. بس في الاول وفي الاخر انا يهمني اشوف ايه، يهمني اشوف ان مدرب في فكر واضح في الملعب، والفكر كان واضح ان انت نازل بتشكيل هجومي وكل اللعيبه عارف دوره في الملعب، وكل اللعيبه تحس ان كان في خطه وشكل، ده رقم واحد. رقم اتنين اللعيبه والروح كانت باينه قوي، ان هم لو في كوره مثلا اتقطعت على طول بيرجعوا يضغطوا علشان ياخدوها تاني، بيموتوا نفسهم على كل كوره. ودي تقول لك عامه الروح اللي في المنتخب عامله ازاي، ومقتنعين هم بالمدرب ولا لا، او حابين المدرب ولا لا. كل الحاجات دي بتبان في الملعب من اللقطات دي، فده اللي يطمنك من الناحيه دي. الناحيه الفنيه كده كده احنا عارفين انها في منتخب مصر بقالها سنين ودي مش حاجه جديده، يعني مش احسن حاجه تمام. فهو الموضوع برضو المدرب بيبقى ليه يعني سقف كده مش هيعرف يتخطاه في اداء الفرقه، ده في رايي، لان اوريدي الكواليتي او يعني بتاعه اللعيبه في مصر او في الدوري المصري محدوده بشكل او باخر يعني. فهو اللي انا احكم عليه من المدرب، انا لا انا شفت تشكيل محطوط كويس، شفت فكر هجومي، يعني اللعيبه مش خايفه انها تهاجم، وفي لعب دايركت على الجون، وشفت رجوله واللعيبه بتقاتل على الكوره، ولما لعيب مثلا الكوره بتقطع منه لا بيروح يجيبها. فكل ده يبين لك ان في روح كويسه في المنتخب. ولحد دلوقتي انا شايف ان هو منتخب مصر مع حسام حسن لسه ما اتحطش في اختبار صعب. يمكن اول اختبار صعب هيبقى هو ماتش بتاع الثلاثه الجاي قدام بوركينا فاسو، ولكن الاختبار بقى الحقيقي الحقيقي هيبقى اخر السنه في بطوله الامم الافريقيه بتاعه المغرب.